الفكرية معقل الثلاثية مش عارف نحكي معقل يعني بس مش حاجة الثلاثية كده بالمناسبة فيعني ناخد كله الأمان ونتكلم ونقول الحديث يقول حتى الشيء المشهور 7 يظلون الله بظلم يوم لا ظل شاب نشأ في الطاعة رجلان تحابا بالله رجل تعلق قلبه بالله رجل دعته امرأة تجسد المرأة ذات منصب وجمال فقال بس هو كل رجل صف قبل نص الإنسانية الجزء فيه هيخش في قلبه ظلم هتدور أين الظلم الآخر بدل ما يروحش وقت هلاقي سمير رئيس العجالة حط على السلاش بتاعها الكبرى المصرية كيلومتر البطلمية النفس الجرية تحط الكبرى المصرية حدش السود الدولة الوسطى تحط الكبرى المصرية التمثال اللي بقى الأولى الجيس كل أشكاله مرسوم فيها الأقعد وبعد ذلك الأول أو ترنيمة يعني من صفة أو تطلق على الإنسان الجديد تقول يوم أفني كل ما خلقت ستعود الأرض محيطا إلى نهاية وحدي أنا سأفعل وأعود كما كنت دوما أفعل عصية عن الله هذا هو الظلم الذي فيه الأمور ظلم لا يستعلم دائما الأفعل هي لصيقة بالأرض كالمرأة لكن يكون لها الضد حين تنفصل الثقافة اليهودية التي تسببت إلينا في المجتمع وتلقيناها في الصغر فنشأنا على كراهية الأفعال لأنها استعملت رمزا توراقيا للكتاب الذي قلت لبعض الذي كنا يوما أنني لم أرى في كتابي فتنفذ التاريخ سعالة أكثر مما رأيت انقلاب كامل للقيم الإنسانية حيث يصبح القاتل نبيا والقواد أبا للأنبياء ومصر الجليلة هي أمة للعاشرات اللواتي يصطدن الفتى العبراني ويأمرن هذه القيم التي كانت الإنسانية في مصر والعراق القديمة قد عانت ما يقرب من 10,000 عام تؤسسها جاءت أطفال موسى الخمسة أو التوراة أو الخمس الأولى في العهد القديم لتقلب هذه الموازين رأسا على عقل وتصبح الأفعى فلسطين هذه كانت من أكبر مراكز عبادة الأفعى في العالم وفي معبد واحد السوشي في فلسطين طبعا اليهود بيطلقوا هذه الأمور ممكن في معبد واحد أكثر من 2000 تمثال لأفعى الكبرى المصرية
وطبعا ما نتصورش مفيش صيغه كده تلفزيونيه ان احنا نصور الناس الاوائل دول اللي هم حطوا اسس الحضاره اللي احنا مش قادرين نوصل لها دلوقتي. مش عارفين ننظم الموضوع في وقت كانت مصر القديمه في موسم التحاليل اللي هو مفيش ميه فيه 36,000 اسره مصريه يقوم عوائلهم رجال بالعمل في المعابد ويتولى الدرع او البيت الكبير او الدرع يعني في عاشر 36,000 اسره في مجموعه البلاد وكل مستكبرين ومين بياخد ايه ومن هنا الدرع ده يصبح رمزا سيئا على الثوره عزرا والعربيه اصلا خلاص هو